بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله في يوم القيامة. شوفوا يا جماعة، ولا بينا ولا علينا، لسه ببدأ الفيديو اقسم بالله. شوفوا القطة. يعني كده يا جماعة القطة بتقول لنا انا بدأت ان انا اتنطط عندك على السطح فخلي بالك. تمام. لا تعالى انت، بالله عليك تعالى لي انت بس كده هنا، كل بس هنا لما ننزل هنا تحت. تمام. طبعا يا جماعة اللهم صل وسلم، طبعا جالي الاوردر زي ما انتوا شفتوا في الفيديو اللي قبل ده. اللهم صل على النبي. دلوقتي انا بقى عندي 1 2 3 4 5 6، بقى عندي 6 نوتي و3 ديوك ما شاء الله. يعني كل ديك هيبقى معاه فرختين على الاقل. تمام. بس طبعا يا جماعة ممكن تختلف، لان منهم الديك اللي جالي صاحبي كان رقم عند حد، والحد ده ما عندوش ولا ضمير ولا اي حاجة خالص، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه على اللي هو عامله في الديك. طبعا يا جماعة الفراخ جعانة جدا جدا جدا، اقسم بالله يا جماعة. انا بعمل لهم بس كده دورة، بس كده اي كلام لحد الصبح، لحد ما اجيب لهم علف. طبعا الصبح يا جماعة اجيب لهم، انتوا شايفين الفرخ بياكل مش قادر، معدته خلاص قافلة للاخر. ديك يا جماعة، منظر ديك اقسم بالله يا جماعة. انا شفت منظر الديك، ما كانش مربيه في وسط فراخ ولا مع فراخ، ده كان مربيه في جزيرة. اقول لكم في جزيرة ايه؟ لان لما الديك يا جماعة ما يجي كيلو عضماية. بصوا نوريها لكم اهي. شوفوا يا جماعة عضمية الصدر اهي. يعني بصوا حاجة خفيفة خالص. يعني الديك كده يعتبر، بصوا اهو كده يعتبر الديك بيموت اصلا. يعني الديك اقسم بالله ورجله رفعت خالص ومتلجة. انا حتى مشغل لهم اللمبة العالية بسبب كده. تشوفوا اهو اهي. بصوا ده عضمية الصدر، شايفين يا جماعة اهي. مفيش اقسم بالله منه لله اهي. عضمية الصدر دي عضمية صدر فرخة، غير ما عنده برضه عمال يعطس بتاع. طبعا رحت مديله بتاع ده. طبعا احنا هنحطه في الشوال وده ينزل معانا تحت. تمام. طبعا انا اديت له نص سنتي من الحونة دي. طبعا الحونة دي المشاهدة كانت مدياني في ساعة وانا بستلم وانا رايح اجيب منها البدوات ليا، فرحت ادتني الحونة دي. ان الحونة دي ما كنتش لاقي منها في الفيوم عندنا. يعني العلاج ده عامة هي ما كنتش لاقي في الفيوم، فهي ادتني بصراحة تشكر. حتى والله ما خدت حسابها. انا قلت لها والله انا ما لاقيها، فاديني سنتي ولا 2 من عندك بس امشي بهم حالي. بصراحة يا جماعة الحقنة بتاع 4 سنتي او 5، يعني مليتها للاخر اقسم بالله يا جماعة. يعني تشكر بصراحة، وادتني سم بطري. يعني حاجة في قمة مش عارف اشكرها واقول لها ايه. طبعا مش عارف اشكرها واقول لها ايه. يعني اقول لها تسلم ايدك يا مشاف، اقسم بالله على كل حاجة بتعملها معايا، تسلم ايدك. تمام. احنا دلوقتي يا جماعة، احنا النهاردة نكمل بيت حوار الشغل التاني بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه. احنا لكم انزل لكم حلقات من ازاي تعمل مشروع من البدايات وكده. تمام. انا هقول لكم دلوقتي يا جماعة الحتة واقفة عليا بكام من البداية للنهاية. اول 3 حتت يا جماعة وقفوا عليا ب600 جنيه، غير مصاريف المواصلات وكده. تمام. طب وقفوا عليك ازاي يا محمد ب600 جنيه؟ اقول لكم يا جماعه ده 600 دول تمن الحاجه. تمام. مواصلات اعتبر صرف. انا اعتبر جبت 6 اللي هم ال3 اللي جالي دلوقتي، وال3 اللي هم بتاعتي الاساسيين ان هم راحوا لصاحبي، وصاحبي لما جابهم انا خدتهم منه. تمام. فانا هقول على حساب ال6 على طول. صرفوا كام شحن يا محمد؟ اقول لكم صرفوا 300 جنيه، وكان معانا ساعتها فراخ وادي. فقال كل كرتونه وما جه على 3 كراتين، جه على كرتونتين
يعني نقول 6 فراخ وقف عليهم 150 جنيه زيادة، من 1600. تمام. من 1600 من 1600 مش فاكر والله يا جماعة أوي، 1600 وبالظبط ولا 1660. دي كانت الواحدة باين من 210 حاجة زي كده يا جماعة. المهم يعني احنا طبعا جبناهم. طبعا انا اشوف انا رافع اللمبة كده، طبعا كده المستوى عالي واللمبة 200 ما شاء الله يعني. رافعها لهم كده مش مقربة منهم عشان ما يجيلهمش سخونية وكده. تمام. هنقول الستة هما 9. 6 وقفوا عليا قولوا ب800 جنيه. تمام. والتلاتة الأخرانيين يا جماعة وقفوا عليا، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أقول لكم وقفوا عليا بكام؟ وقفوا عليا يا ربي التلاتة التانيين الحتة على 250. لأ يا جماعة آخر حتتين وقفوا عليا بالواحدة ب250، إن دول بيبيضوا، اللي هي الفرخة اللي هي دي اللي رفع ديلها جامد دي، ومعاها الديك الأحمر ده. تمام. هتيجي بقى تقولي يا محمد انت بتعرف ازاي بتفرق ازاي من الديوكة السليمة وكده؟ اقول لكم يا جماعة، الفرد الكتكوت أو الفرخ اللي بيبقى زي كده بيبقى واكل وشبعان، بتلاقوا عصب رجله مليان زي كده. شوف عصب رجله ازاي، اوريكم بقى عصب رجل الفراخ اللي جات لي. طبعا يا جماعة في فرق شاسع بين الاتنين. تمام. طبعا يعني نقول وقف عليه ب1000 وحاجة، يعني لو كنت جبتهم مع بعض ما كانش هيعدي 1000 وحاجة. بس عادي يا جماعة، كل شيء نصيب. انا طبعا بقى انا هتقولي يا محمد طب انت ناوي تشتغل في دول ليه؟ هقولكم يا جماعة، انا السلالة دي حبتها والله يا جماعة، حبتها بسبب حاجة واحدة بس بسيطة اللي خلتني احبها. طبعا انا عندي 3 و3 6، 1 7، 1 في الكيس 8. تمام. انا عندي 8 حتت بدوهات سبرايت. تمام. سبرايت اللي هي الالوانات دي كلها الوانات سبرايت ما شاء الله تبارك الرحمن، كلها من المشاة. ولسه يا جماعة نطلب. طبعا الحتة دي جاية هدية. شوفوا يا جماعة الكرك بتاعها عالي ازاي. طبعا ده كتكوت يا جماعة وطالع فرخة، بس ما شاء الله مش عارف يا جماعة هو تعبان. طبعا كرك بقى ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا حاجة يعني يا جماعة من المستويات العالية برضو، بس ده لون ابيض. الله اعلم يا جماعة اسعاره ايه بصراحة. انا معرفش في الابيض والسبرايت ده، انا عارف اسعاره. وطبعا اللي هيعوز منه حاجة يقول لي. طبعا هتقولي لي في ديوكة شغالة فيهم. الديك ده يا جماعة اللي هو الاحمر ده اللي هو واقف ده، هديكم زوم عليه. ايوه هو ده يا جماعة، الديك ده شغال. ومن بعد الديك ده تمام، ده يعتبر اصغر ديك فيهم. تمام. ان الديك اللي جالي يا جماعة هو عيان، بس اقسم بالله يا جماعة هو يعتبر اشتغل او بدأ ان هو يكسر. بس صاحبي حصل يعني معاه ظروف وكده، فركنوا عند ناس، فالناس دي ما ركنت وقفت الحاجة على رخام. طبعا قعدت اكتر من اسبوعين على رخام، فطبعا شربوا برد جامد. بس الفراخ هي اللي ساندة نفسها، ما عدا الديك اللي شبع برد. طبعا انا اديت له مضاد حيوي. هاجي بقى الصبح يا جماعة هعمل ايه بقى؟ اول ما اصحى الصبح كده يقول الدنيا كده تشاشة. طبعا انا هطلع لهم هعمل حاجة واحدة بس، هجيب بصلة
وامسكها اخرطها واحطها لهم قدامهم ياكلوها. تمام. طبعا انا كل ده يا جماعه مش حاطط قدامهم ميه. هتقولي مش حاطط قدامهم ميه ليه؟ اقول لكم يا جماعه، انا مش حاطط لهم ميه عشان هخمر لهم الصبح ميه بتوم ببصل. تمام. ميه واحط عليها توم واحط عليها بصل واحطها قدامهم واقطع لهم بصل الصبح ان شاء الله في الاكل. تمام. الصبح. طبعا يا جماعه اللي عايز يبدا في مشروع زي كده يبدا. ولا علف غالي ولا علف كل حاجه. بس يا جماعه كده كده العلف بدا ينزل باذن الله. انا النهارده رحت اشوف الراجل اللي كنت بشتري كده انا واحد صاحبي اكل الحمام لصاحبي وكده. فطبعا العلفه كانت ماشيه على 25 العلف البادي وكده. قال لك لا ده نزل ل23 وان شاء الله العلف هينزل تاني وهينزل اكتر من الاول وهيبقى زي الاسعار بتاع زمان. يا جماعة أنا حضرت العلف لما كان الكيلو العلفة ب8 جنيه. 8 جنيه. حضرت كيلو العلفة لما كان ب7 جنيه و9 جنيه. تمام. وكيلو الدشيشة وكيلو الذرة دي، كيلو الذرة دي كان ب2 جنيه بالظبط. 3 جنيه ما يعديش عن كده. فما شاء الله يعني الجو بدأ يعمل معانا وإن شاء الله خير. طبعا الفراخ عمالة تطلع. طبعا مفيش إلا الفرخة دي عدالي كده هناك. تمام. ف فما شاء الله يعني تبارك الرحمن. ف والله يا جماعة بصوا، فحاجة كده ما شاء الله يعني زي ما انتوا شايفين. اسيبكم في رعاية الله وفي امنه. متنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.